سلام حبيباتي، إن شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. وهاد الفيديو تصيبكم متهنين وإن شاء الله بصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا كامل على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا جيتكم موضوع اليوم، خرجنا من الكوزينة وخرجنا من الروتينات. جيتكم موضوع يعني يهم بزاف اللي عنده الدراري يقراو، وعندنا على بالكم رانا في كما نقولوا يامات تاع الاختبارات، وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا ووليدات كل المؤمنين. انا سمعت موضوع اليوم حطته الاخت دادح، عجبني بزاف وكان رايها وموضوع مليح ونحترم الرأي تاعها، وانا تاني كان عندي رأي وقلت بإذن الله نزيد نحط الرأي تاعي ونقول ونحط الموضوع تاعي. كان هدرت على الدراري وهدرت على الدراري اللي ضربوهم واليهم وهذا عند في هذا، ويعني حطت موضوع تاعها. انا حبيت نحط نيت موضوع تاعي على هاد الدراري اللي ضربوهم والديه، يعني والديهم الام تاعهم والمعندة والغيرة. كاين بزاف دراري. انا الراي تاعي مختلف، كل واحد والراي تاعو. كاين بزاف مواضيع على هاد الحكايات تاع الدراري مساكن اماليهم هما يسوفريو اماليهم يسوفريو على جال القرايه هادي، وما يديروش كما نقولوا كل واحد كما نقولوا الغيره هادي الواحد من المستحسن ينحيها. كل واحد واش كتب له ربي، كل واحد واش عطاه ربي، وهذا ما يعاند في هذا. كاين بزاف كل وحده شكون تعاند، وكل وحده علي من تغير، وكل وحده علي من تتنافس، وهو شي ربي الحنين. وكل واحد حنا نقولوا على الدراري تاني ما تعنديش كما نقولوا ما تكومباريش بين وليدك مع وليد الاخر ولا بنتك مع بنت الاخر. الدنيا هذه كل واحد مخ تاعو، انت مخ تاع وليدك هكا ولا بنتك، والاخرى مخ تاع وليدها هكا ولا بنتها، الاخر عنده مخ قوي الله يبارك خلقه ربي هكا، وعنده كما نقولوا الامكانيات باش يحفظ، والامكانيات باش يفهم، والله الله يبارك عليه ربي خلقه هكا. والاخر مسكين يعني هذاك هو المقدور تاعو، قد ما ديري له لي كور، قد ما كما نقولوا تحفظيه وتفهميه، كي يروح كما نقولوا يحكم الامتحان تاعو، وهذاك النهار تاعو يشد الورقه، هذاك اللي حفظه كامل اللي يروح له، وهذاك اللي راجعه كامل اللي يروح له. الله غالب عليه. ما تديريش ما تتنافسيش مع الواحد اللي خلقه ربي هكا والاخر خلقه ربي هكا. هاد الشيء مكاتيب، كل واحد واش كتب له ربي. ما تروحيش تضربي وليدك على جال لخاطرش وليد لوسك يقرا مليح عليه، ولا وليد اختك ولا وليد خوك ولا وليد الجار ولا وليد حبيبتك ولا وليد، هذه من كاش منها هذه. انتي تشوفي وليدك الامكانيات تاعو مسكين. كاين كما نقولوا مشكل اخر، كاين في ولادهم كاين اللي يقراو بصح ما يحبوش يقراو، هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. ديري له لي كور وتوقفي معاه وهو قادر يقرا وما يحبش يقرا، هذا هو صح المشكل اللي تقدري تسقي عليه وتقدري تضربيه. كاين دراري كما نقولوا ما تقدريش كما نقولوا تبعيهم، ديري لهم لي كور وتقريهم وتحفظيهم وتوقفي معاهم الليل ونهار، يروحوا لتماك يحبس مخهم ما يعرفوش لا غالب. اللي يحفظوهم ساكن يروحوا، اللي يفهموه يروح. لكن كاين شي دراري لا ما يحبوش هما يقراو، هذاك اللي تضربيه، وهذاك اللي تزقي عليه، وهذاك اللي تربيه. كيفاش يعني عندك الامكانيات باش تقرا وباش تحفظ ومخك الحمد لله يشد الحفاظه ويشد الفهم وما تحبش تقرا، وعلاه يعني واش بينك وبين هذاك يعني اللي يروح يحفظ؟ كاين شي دراري الله يبارك عليهم ما شاء الله، يعني نعرفهم انا ما يتقلقوش كاع منهم ماليهم ما شاء الله. وقت الفروض يعرفوا روحتهم يروحوا يحفظوا وحدهم ويراجعوا وحدهم، يديروا لي كور يجوا يراجعوا تاع لي كور. كما نقولوا الدروس الخصوصيه في الدار مالي هم ما يهضروش كاع معاهم، من الاب من الام يجوا يشدوا الحفاظه وحدهم يحفظوا وحدهم يقراوا الله يبارك عليهم. وكاين اللي لا قد ما تبعي ما يحبلكش، هو قادر يقرا وما يحبش يقرا، هذاك هو اللي تضربيه. ومالي كما نقولوا احنا في العاميه اللي مسكين الله غالب عليه
قد ما يدير ويحب يقرأ وما يقدرش يقرأ، هذاك الله غالب عليه، ماشي كاتب له ربي يقرأ. كيفاش تروحي تضربيه ولا تروحي مانيش عارفة أنايا تحرمي له كلش، هو الله غالب عليه. وش كاتب له ربي هذه هي. وأنا يعني نقول لك من عندي أنا وصايا لكل أمهات، ما قبل ما تضربوهم على قراية تضربوهم على الصلاة، هي الأولى. قال لك ربي سبحانه لا شريك له عز وجل، قال الله تعالى قال لكم 7 سنين علموهم و9 سنين تضربوهم. هذه صح، الضرب في الصلاة، القراية من بعد تجي. أنا توجور يعني كل يوم ندعي لربي الحنين في السجود ونقول له يا ربي اهديهم للعبادة والصلاة، ومن بعد ثم للنجاح في قرايتهم. ماشي ندعي لهم للنجاح ونخلي العبادة والصلاة، راح نسألوا عليهم حنا يوم القيامة. أول حاجة وش كيفاش ربيتي وليدك، كيفاش علاش ما يصليش، وعلى هذا كاع من الأم والأب، الوالدين وهما اللي يتحاسبوا يوم القيامة على كاع وش جابوا. والإنسان كما نقولوا قد اللي جبتيه تسألي عليه، ما تخليش هكا ضايع في الزنقة ولا ضايع منا. أنا يعني هكا كنت يعني نشوف دراري هكا 3 سنين 4 5 في الشارع وحدهم، وين هم هادو الأمهات، وين هادو ألوغ كي يكبروا ما نهضروش عليهم، ما يحوسوش كاع عليهم، ما على بالهمش دخلوا ما دخلوش. هذه هي المسؤولية، راكم رايحين تسألوا قدام ربي الحنين قبل ما تسألوا على الآخر، تسألوا على أولادكم حتى يبلغوا باش خلاص السؤال عليهم. وش كانوا يديروا هادو صغار، وش هادو كي بداو سن المراهقة 7 سنين 8 سنين 9 سنين، وين راهم، وش علمتوهم الصلاة ولا ما علمتوهمش؟ قبل ما يسألك عن النجاح تاعهم، النجاح مكتوبة عند الله عز وجل، قال لك لي مكتوبة في الجبين ما يتنحى ما ينحوها اليدين. ناس زمان وش يقولوا يعني. هذه هي يعني جبنا حكاية في حكاية. إن شاء الله ربي يثبتنا ويثبت وليداتنا على طاعة الله عز وجل، هذه هي الأولى. ما تنسوش الدعاء، تحبوا ولادكم ينجحوا لكم في القراية، قبل نقولوا في الصلاة والعبادة والدين طريق المستقيم، ويكونوا صالحين هذيك الدنيا وما فيها ثم النجاح. بكاش اللي ما يحبش وليده ولا بنته تنجح ويفرح بها، بكاش هذه ما كاش من المستحيلات، لكن اللي كاتبها واحد ما راح ينحيها. حنا نديروا اللي علينا ونستنى وربي وش حيعطينا، هذا ما كانوش نقولوا. والحديد قياس كما كانوا يقولوا الناس بكري. وش نقول لكم يا حبيباتي يا اخواتاتي العزاز، هذه وصايا من عندي. صلوا وخلوا ولادكم يصلوا، قبل ما تزقوا عليهم على القراية زقوا عليهم على الصلاة ونصحوهم على الصلاة. قبل ما تقولوا لهم روحوا تقراوا قولوا لهم روحوا تصلوا. يا اخواتاتي العزاز الصلاة هي اللي راح تجيب لكم النجاح. ادعوا لهم انتوما في السجود في الفجر، ومن بعد قولوا لهم ادعوا انتوما كذلك في السجود الصباح، قبل ما يروحوا يقراوا ويديروا الامتحان نوضوهم يصلوا صلاة الفجر والصبح، وقولوا لهم ادعوا في السجود يا وليداتي طفلة ولا ولد، وروحوا وتوكلوا على الله، والله المستعان، وربي معاهم ومع كل وليدات المؤمنين وليداتنا أجمعين يا رب العالمين. ماشي بالضرب القراية، لا، روحوا لهم غير بالعقل. والدنيا هذه مكاتيب وزهورات كذلك، مكتوب والسهر يلعب دور كبير، وحنوا عليهم وربي هو اللي حن علينا أجمعين يا رب العالمين. وإن شاء الله يكون لا فيديو عجبتكم، وإن شاء الله يا ربي. هذا وش نقول لكم، دعاء ثم دعاء ثم دعاء. الدعاء ينحي لكم كلش، يعطي لكم راحة النفس تاعكم وراحة نفس وليداتكم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وفي وليداتكم، وربي ينجح وليداتكم وينجح وليداتي، وربي إن شاء الله يخلي لكم صحتكم وصحتنا أجمعين. وبقوا على خير وفي أمان الله.